هذا الشعار العروبي، شعار العروبة كان فارغا. يعني نحن قبائل، نحن دول، ولكن لسنا نحن دول، نحن أقاليم. نحن أقاليم. أثبتت الحروب التي حصلت على الساحة العربية أنه نحن أقاليم. يعني عندك بلاد الشام، عندك الخليج، عندك المغرب العربي، عندك مصر والسودان. أنت عندما تخرج سوريا من الجامعة العربية، وهي من مؤسسي الجامعة العربية، وهي منذ زمن الأمويين إلى اليوم هي لواء العروبي، وهي هي عبد الله العروبة، قال العباء هي قلب قلب العروبة العروب النابضة. النابض. فكيف بدك ترجع تحكيني اليوم، تقنعني أنا اللبناني أو السوري أو العراقي أو إنه إيه في اللي حصل بالعراق أمام أنظر العرب جميعا، وذبح العراق. أنا دخولي إلى السياسي لا يعني أني سأتخلى عن انتمائي الإعلامي أو عن نجوميتي الإعلامية. دخولي إلى عالم السياسي ليس بهدف شخصي، وليس لغرض شخصي، وليس لمصلحة شخصية. دخولي إلى العمل السياسي هو سبب نقطتين: القرف من الحالة السياسية الموجود فيها لبنان. تعبنا كل مرة بنتأمل، كل مرة بنحلم، بنلاقي حالنا عم نستفيق ونشوف أمامنا القذارة السياسية. لذلك أنا بدي حاول، لأنه يعني صرت بعمر إنه طيب شو بقى بعدين، شو عملت لهلا؟ يعني أوكي، أنا الناس قدموا لي الشهرة، مهنتي قدمت لي الشهرة، قدمت لي النجاح، بس أنا بالمقابل شو عملت؟ ما عملت شيء، ما قدمت شيء. لذلك بدي أحاول استنادا لهذه الشهرة واستنادا لثقة الناس ومحبة الناس أن أستثمر ذلك في السياسي، عسى أن أستطيع تغيير شيء. أنا على علاقة جيدة مع الجنرال عون. أنا على علاقة جيدة وفي محبة بيني وبين التيار، وبالحقيقة يعني بيجمعنا خط سياسي واحد. أنا الأرجحية إني أكون مع التيار، بس عم بضرب حساب إنه إذا التيار بده ياخذ محاسبين فقط، ناس عندهم بطاقة. أنا ما عندي بطاقة، لا عندي برنامج سياسي. أنا مش نازل بس لأني إعلامي ونجم. أنا عندي حيثية. أولا، ناس بيحبوني على مواقفي المعروفة اللي ما تغيرت، بالنسبة للمقاومة، بالنسبة لسوريا، بالنسبة للقضية الفلسطينية، بالنسبة لكل القضايا العربية. عندي مواقف واضحة من أول الناس اللي شجعوا الجنرال على وضع يده بيد السيد حسن نصر الله، مع أنه سوريا آه، يعني لن تقبل التقسيم ولا التفتت ولا التسيب. أنا بقول أنه الجيش السوري سوف يستعيد سيطرته على كامل الأراضي السورية. عم بيجوا يقولوا يا خيي أنتم حكومة فاسدة، أنتم مصين دم الشعب، أنتم فرضتوا علينا ضرائب، كان لازم تفرضوا، كان لازم هاي الضرائب ما تفرضوها علينا، إنما تجيبوا تمويل للسلسلة من مكامن تانية فيها هدر، فيها سرقة، فيها تعدي على أملاك الدولة، فيها مليون قصة. في كله خرب، فساد مستشري، الهدر مستشري، دولة كل من إيده إله، مزرعة، كل حزب، كل طائفة، كل مذهب، كل جهة، كل فئة، كل قبيلة، يعني كل عشيرة عندها دولة. تعرفت على الجالية بمناسبتين حلوين كتير. أول مناسبة كانت بالسهرة اللي أقامتها مؤسسة الصدر الخيرية، واللي أتاحت لي أني أشوف تقريبا يعني 3/4 الجالية موجودين ديربون. فسعدت بهاللقاءات اللي صارت، وشفت ولمست محبة الناس. هيدي أهم شيء عندي، محبة الناس وطيبة هالناس اللي إني أهلي. حسيت حالي هون بلبنان صراحة، حسيت حالي بالجنوب أو بكسروان أو بمنطقتي، حسيت حالي بهالعاطفة اللي ما بتشوفها عند أي شعب آخر، اللي بيحطوك فيها بتأثر فيك. أنا يعني عن جد كثير صدى الوطن بدي حييها، وبدي أشكرك أستاذنا الحبيب، وأشكر الزملاء إن شاء الله دايما بهالهمة. أنتوا منارة، ما بدي أقول عربية، خليني أقول منارة مشرقية في هذا الغرب الأمريكي، وفي هذا الغرب على كل حال. والله يوفقكم ودايما بالهمة ويعطيكم الصحة دايما.
وبالنتيجة نحن جنود الكلمة وين ما كنا. المهم إنه نكون جنود صادقين، ما نكون جنود آه، مشترين يعني أو مرتزقة. يعني نحن جنود صادقين نخدم الكلمة بصدق. هي إلهة المعبد عندنا نخدمها بصدق من دون أي تزلف ومن دون أي أهداف أو أفكار مسبقة يعني. هذه هي صدى الوطن.